ما تأثّرش في 3 حاجات مهما حصل، ما تأثّرش في 3 حاجات أبدًا، أبدًا، أبدًا. أولًا حق ربنا عليك لإن ده كفيل يزعّلك في كل حاجة، فإحنا مش قد التقصير في الحتّة دي بجد. دي النقطة الأولى ومش هاتكلّم فيها كتير، أنت أدرى منّي فيها. النقطة التانية حق أهلك، لإن كل ما الوقت يعدّي وكل ما تحقق حاجة من وقت للتاني، هتُدرك إن الوقت اللي فات وأنت قصّرت في حق أهلك للأسف الوقت ده مش بيرجع، مهما أنت حققت ومهما أنت عملت ومهما رُحت، في حاجة وقعت منّك مش بتتعوّض وهو الوقت بتاع أهلك. دي الحاجة التانية، والحاجة التالتة والأهم وهو حق نَفْسك. على سبيل المثال، فكّر كده إمتى آخر مرّة قعدت مع نَفْسك جِبت ورقة زي اللي أنا كنت باكتب فيها كده من شوية وسألت نَفْسك هو أنا محتاج إيه؟ هو أنا إيه اللي مضايقني الفترة دي؟ هو أنا كمان 3 شهور quarter المفروض أكون خلّصت إيه أو عليّا تاسكات إيه أنجزها أو عليّا إيه أعمله. سيبك من الquarter المفروض بعد سَنة بإذن الله ربنا يدّينا العُمر، أكون عملت إيه؟ إمتى آخر مرّة كتبت؟ لمّا الكلام بيطلع من هنا وينزل على ورق، ساعتها دي الحاجة الأولانية أو الخطوة الأولانية اللي بتخلّي الكلام ده قابل للتحقيق بإذن الله، مش إن أنت يفضل محتفظ في دماغك هنا وهنا وهنا وهنا، في الآخر بتلاقي إن أنت مضغوط وعندك حاجات كتير جدًا ومش عارف تعمل إيه. فده وصلنا للنقطة التالتة اللي كنا بنقول عليها، النقطة التالتة مش التالتة، إن أنت المفروض حق نَفْسك عليك إن أنت تكتب، إن أنت تطلّع الحاجة من دماغك. ده جزء واحد في أجزاء كتير جدًا، زي صحتك. لو أنت في العشرينات أو في التلاتينات أو حتى في الأربعينات، صحتك أخبارها إيه؟ معلش لو إحنا في الوقت ده لحد الأربعينات الصحة مش أفضل حاجة لأيًا كان السبب إيه، أنت أدرى بيه أو أنا أدرى بأسبابي يعني. طيب بعد كده منتظر إيه من صحتك؟ منتظر في ال50 وال60 وأكتر من كده بإذن الله ربنا يدينا العمر، منتظر منها إيه؟ ربنا يعين الناس كلّها. بس فعلًا، فعلًا منتظر من صحتك إيه؟ اللي أنت ما قدّمتوش النهارده هي هتقدّمه لك في الوقت ده إزاي؟